السلام عليكم يا احلى المتتبعات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه، وصفه جديده. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم واحد التحليه بالفرون ديال الفريز والحامض. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالي في التحضير ديالها. ودابا البنات ندوزو للمقادير ديال التحليه ديالنا. عندي هنايا اطرب الحليب، عندي 4 المعالق ديال الكريم باتيسير. الا ما عندكمش كريم باتيسير تقدروا تستعملوا النشا. عندي 4 المعالق ديال السنيده، وعندي واحد فاني سنيده على حسب نتوما الحلاوه اللي كتبغيو. ودابا البنات نضيف الفاني للحليب ديالي، ونضيف سنيده 4 المعالق، نضيف كريم باتيسير حتى هي 4 المعالق، ونحرك. انا البنات دابا درتو فوق البوطون وكنحرك، وعاد نضيف عليه الفلون ديال الفريز. ودابا البنات غادي نزيد الفلون ديال الفريز. انا درت نقص واحد شويه في الزلافه، واحد الكاس، ودرت معاه فلون، ونحركو مزيان. انا دابا البنات غديتو فوق البوطه ونبقى نحرك حتى ينسجم ليا الفلون مع الحليب والمكونات اللي عندي، ونطفي عليها. هانتوما البنات من بعد ما بقيت كنحرك، هانتوما كتحسوا بالخليط بدا كيعقد. وها هو المول ديالي انا فاش غادي ندير. هانتوما دابا نهزها ونخليها. بسم الله. صافي ونخليوها تتبرد، عاد ندخلوها للثلاجه. ودابا البنات ندوزو للطبقه الثانيه. عندي 4 المعالق ديال السنيده، السطر ديال الماء حامضه عصرتها عطاتني نص كاس، و4 المعالق ديال الكريم باتيسير. انا دابا البنات ضفت الحامض، ونضيف عليه نص سطر ديال الماء، ونضيف عليه سنيده نتوما على حسب الحلاوه اللي كتبغيو، ونضيف عليه كريم باتيسير، ومن بعد نضيف دانون بنكهه الفاني. ودابا البنات من بعد ما ضفت كلشي بنحرك مزيان ونديرهم فوق البوطه حتى يعقدوا، ونطفي عليهم. صافي دابا نديرهم فوق البوطه. ودابا البنات باش نعزز ليه المذاق نضيف ليه واحد الدانون بنكهه الفاني. الدانون مع الحامض كيجي غزال في المذاق ديالو. نحرك الدانون مع الخليط مزيان. هانتوما البنات انا نكب الخليط ديال الحامض ودانون على الطبقه الاولى ديال الفلون، من بعد ما درتها في الثلاجه حتى بردات، وعاد كنكب عليها الطبقه الثانيه. ما نخويوها عليها البنات حتى تبرد باش ما تذوبش لينا. ودابا نخليها تتبرد عاد ندخلها للثلاجه. هانتوما البنات من بعد ما بردت لينا، هانتوما كيف كتجي. وانا زينتها بالفريز. كيبقى تزيين اختياري على حساب شنو متوفر عندكم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه ديالي ديال اليوم وتعجبكم، وما تنساوناش باللايك. كنتمنى نكون خفيف على قلوبكم.